طيب إحنا دلوقتي عاوزين نعرف هو الglycol dehydration process بتتم إزاي؟ طب هو مش إحنا من كام فيديو كده قُلنا إن إحنا بنعمل dehydration للغاز عن طريق الglycol وبنحقنه والكلام ده؟ الحقيقة لمّا نيجي نبُص على الglycol dehydration methods فهنلاقيها تقريبًا بتتقسم لطريقتين، الطريقة الأولانية هي الinjection والطريقة التانية هي الabsorption. طيب هو الموضوع بيتم إزاي؟ عشان نفهم الموضوع بيتم إزاي خلّينا نقسّم الموضوع. هنفترض دلوقتي إن أنا باتكلّم عن رقم 1 هو الinjection. injection يعني أنا باحقن الglycol نَفْسه فين؟ باحقنه في الخط اللي ماشي فيه غاز. فأنا هافترض دلوقتي إن الخط ده فيه غاز ماشي، وأنا محتاج إن أنا أقلِّل درجة الحرارة بحيث إن أنا أفصل المَيّة بس ممكن يتكوّن هيدريت، فباجي هنا كده باركّب هنا nozzle وبابدأ إن أنا أحقن هنا الجلايكول بتاعي ماشي، يبقى أنا هنا عندي الجلايكول وعندي هنا الغاز ماشي، طيب وبعدين إيه اللي بيحصل؟ بعد كده الغاز وهو ماشي كده بيتقابل هنا مع الجلايكول، وبعد كده بابدأ إن أنا أدخّلهم على heat exchangers وكمان بادخّلهم على JT valve بحيث إن أنا أقلل درجة الحرارة أكتر، وبعد كده هابدأ إن أنا أدخّلهم على separator بحيث إن الغاز يبدأ إن هو يطلع من فوق، وبعد كده الliquid هيبدأ إن هو يطلع من تحت. الliquid ده اللي هو في الحالة دي هيكون الجلايكول مع المَيّة اللي بدأت إنها تتفصل من الغاز، وكذلك لو في شوية condensate. دي الطريقة الأولانية للglycol dehydration. الطريقة التانية بيتقال عليها الabsorption. طيب absorption يعني إيه؟ يعني امتصاص. طيب الموضوع بيتم إزاي؟ الموضوع بيتم عن طريق إن أنا بيكون عندي الغاز بتاعنا. طيب الغاز ماشي أهو، ماشي هاعمل فيه إيه؟ الغاز أنا هابدأ إن أنا أدخّله على column شبه الdistillation column كده بالضبط، بس ما بيبدأش إن هو يدخل من النُص كده لأ، هو الغاز بيبدأ إن هو إيه، يعني يدخل من تحت. يبقى أنا عندي الغاز بيمشي كده ويبدأ إن هو إيه، يطلع لفوق. طب وبعدين إيه اللي هيحصل؟ أنا هاعمل contact ما بين الغاز بتاعي وما بين الجلايكول إن أنا هاضخه في الغاز، وده عن طريق إن أنا باجيب هنا الجلايكول بابدأ إن أنا أحقنه هنا. يبقى أنا عندي جلايكول بابدأ إن أنا أحقنه من الtop بتاع الcolumn نفسه، ولكن الغاز بابدأ إن أنا أحقنه من الbottom بتاع الcolumn. طب الموضوع ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل بسبب اختلاف الكثافات. الغاز بتاعي عشان هو أصلًا غاز، فبيبدأ إن هو يميل إن هو يطلع لفوق، والجلايكول عشان أقدر أقول إن هو أصلًا liquid، فتقدر تقول عليه كده إن أنا لمّا باضخه من فوق بيبدأ إن هو إيه، ينزل لتحت. طبعًا طول ما الغاز طالع لفوق والجلايكول بيبدأ إن هو ينزل لتحت، فبيحصل ما بينهم contact. طيب الcontact اللي ما بيحصل ما بينهم دوّة بيعمل إيه، بيخلّي الجلايكول يبدأ إن هو يمتص الرطوبة اللي موجودة مع الغاز، والغاز بعد كده بيبدأ إن هو يطلع من هنا جاز dry free من أي water vapor ماشي. طيب هو بالنسبة للجلايكول اللي أنا ضخيته هنا ده هاوديه فين؟ هيكون عندي فتحة هنا تانية كده باخد منها الجلايكول اللي هو في الحالة دي بنقول عليه rich glycol. rich يعني إيه؟ يعني معاه مَيّة. طب ده بيتقال عليه إيه؟ بيتقال عليه lean glycol. كلمة lean يعني نسبة الجلايكول فيه بتكون كبيرة ونسبة المَيّة بتكون قليلة. يعني ممكن الconcentration بتاعه يوصل ل95%، 90%، 98% الrange ده. إنما الrich glycol لأ، النسبة بتاعته بتكون ضعيفة جدًا، يعني 40 أو 50%. معنى كده إن هو قدر إن هو يمتص جزء كبير من المَيّة. طب خلّينا بقى نشوف اللي إحنا بنتكلّم عليه دلوقتي شكله بيكون عامل إزاي، اللي هو الabsorption أو الglycol dehydration using absorption method. الموضوع بيتم إزاي؟ الموضوع بيتم عن طريق إن أنا دلوقتي بيكون عندي الغاز بتاعي، بابدأ إن أنا أدخّله على الabsorber أو الcontactor ده. يبقى أنا دلوقتي عندي البتاع اللي شبه الdistillation column ده، هو اسمه لا إما absorber لا إما contactor. طب هو ليه اسمه absorber أو contactor؟ لإن الغاز لمّا بيبدأ إن هو يطلع لفوق بيواجه الlean glycol اللي هو إيه، اللي هو نازل من تحت. يبقى أنا باضخ الجلايكول من فوق وبابدأ إن أنا إيه، أدخّل الغاز من تحت. طبعًا الاتنين بيبدأوا إن هم يتقابلوا مع بعض في الحتّة دي، عشان كده بيتقال عليه الcontactor أو بيتقال عليه الabsorber. ده نتيجة إن الlean glycol بيبدأ إن هو يمتص الرطوبة اللي موجودة في الغاز. طب لمّا بيحصل الabsorption هنا إيه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى إن دلوقتي الغاز بتاعي وهو طالع خلاص بيكون dry gas. طب بالنسبة بقى للجلايكول، لأ الجلايكول بدأ إن هو يمتص المَيّة، عشان كده أنا هابدأ بعد كده إن الجلايكول ده ما أقولش عليه إن هو lean، هو خلاص بقى rich بإيه؟ rich بالمَيّة، بقى غني بالمَيّة. عشان كده طول ما هو نازل عمّال يسحب الرطوبة اللي موجودة في الغاز، طول طبعًا ما الconcentration بتاع الlean glycol بيبدأ إن هو يقل،
ويبدأ إن هو يتحول لrich glycol بمعنى كده إن الconcentration بتاعه بيبدأ إن هو يقل والconcentration بتاع المَيّة فيه بيبدأ إن هو يزيد. طب بعد كده إيه اللي بيحصل؟ بعد كده أنا هابدأ بعد كده إن أنا أعمل إيه، آخد الglycol ده وأبدأ إن أنا أعمل له recovery. طب هتعمل له recovery إزاي؟ هاعمل له recovery عن طريق إن أنا أدخّله على regeneration unit. يعني إيه regeneration unit؟ هي عبارة عن unit كل دورها إنها تطلّع أي water vapor كان موجود مع الglycol أو بتحوّل الrich glycol بترجّعه تاني لlean glycol. طب الموضوع ده بيتم إزاي؟ الموضوع ده بيتم عن طريق إن أنا لمّا هاخد الglycol بتاعي هابدأ إن أنا أسخّنه، ولمّا هابدأ إن أنا أسخّنه هابدأ إن أنا أدخّله على حاجة اسمها الflash drum. طيب هل في أكتر من طريقة إن أنا أسخّن الجلايكول بتاعي؟ عندي أكتر من طريقة ولكن هو هنا بيستخدم حاجة اسمها coil. ما يهمناش الحتّة ديّة دلوقتي لإن الحتّة ديّة ممكن تكون للبعض معقّدة، ولكن خلّينا نقول دلوقتي إن أنا باسخّنه عن طريق إن أنا بادخّله مثلًا على heat exchanger مبادل حراري باقدر من خلاله إن أنا إيه، أسخّن الrich glycol بتاعي. طب هو أنا ليه باسخّنه؟ للأسف الجلايكول وهو نازل بيمتص البخار بتاع المَيّة بياخد معاه شوية غاز، يعني بياخد معاه شوية من الnatural gas اللي هو الhydrocarbon gas ده، عشان كده أنا مضطر إن أنا أفصل شوية الغازات اللي هو امتصاهم، وده عن طريق إن أنا بادخّله على حاجة اسمها الflash drum. الflash drum دي هي كل دورها إنها بتطلّع لي أي غاز كان موجود في الجلايكول بحيث إن هو إيه، يقدر إن هو يطلع برّه الجلايكول. طب أنا هاعمل كده إزاي؟ هاعمل كده عن طريق إن أنا باسخّن الجلايكول شوية، فباطيّر منه الغازات اللي كانت دايبة فيه، اللي هي الnatural gas أو الhydrocarbon gases. طب وبعد كده إيه اللي هيحصل؟ بعد كده أنا هيكون عندي الجلايكول بتاعي ومعاه المَيّة اللي هو الrich glycol. هابدأ إن أنا أسحبهم من هنا، وهابدأ بعد كده إن أنا أعمل إيه، محتاج إن أنا أفصل المَيّة من الجلايكول. طب المَيّة درجة غليانها أقل والّا أكبر من الجلايكول؟ لأ، المَيّة درجة غليانها أقل من الجلايكول. معنى كده إن أنا لمّا هابدأ إن أنا أسخّن، المَيّة هتبدأ إن هو يحصل لها vaporization الأول، تبدأ إنها تتبخّر الأول، ومفروض بعد كده إن الجلايكول هيبدأ إن هو يتبخّر. بس أنا طبعًا مش هاسمح للجلايكول إن هو يتبخّر، أنا عاوز بس المَيّة هي اللي تبدأ إنها تتبخّر، بحيث إن أنا أطيّرها من الجلايكول، وهابدأ بعد كده إن أنا هاخد الجلايكول وابدأ إن أنا أضخه تاني في الكونتاكتور بتاعي. طب خلّينا كده نشوف الموضوع ده بيتم إزاي. أنا دلوقتي خدت الrich glycol من هنا، هابدأ إن أنا هادخّله على heat exchanger. طب لمّا هتدخّله على heat exchanger إيه اللي هيحصل؟ يسخن. طب لمّا يسخن بعد كده هابدأ إن أنا آخده على الregeneration package بتاعتي أو الregeneration column بتاعي. طيب الموضوع هنا بيتم إزاي؟ الموضوع يبان إن هو معقّد شوية ولكن هنبسّطه دلوقتي. طبعًا هو هنا بيقول لك إن أنا ممكن أدخّل الجلايكول بتاعي على فلتر بحيث لو في أي solids أو أي رملة مثلًا أو dust بدأ إن هو يتكوّن في الجلايكول نتيجة إن هو عمّال يمشي في السيستم وعمّال يعدّي على مواسير وequipment وكده، فممكن ياخد معاه شوية solids طول ما هو ماشي، عشان كده في الحالة دي بابدأ إن أنا أدخّله على فلاتر. طب وبعدين إيه اللي هيحصل؟ هابدأ إن أنا أدخّله على الregeneration package أو بيتقال عليها الGR اللي هي Glycol Regeneration Package. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف هو أنا لمّا هادخّل الجلايكول بتاعي هنا إيه اللي هيحصل؟ طيب ده اسمه contactor، ده اسمه regenerator. ماشي. طيب الcolumn اللي موجود هنا ده بالضبط بابدأ إن أنا أدخّل الجلايكول فيه. طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ أنا عندي هنا حاجة اسمها air reboiler. الreboiler ده هو عبارة عن heater سخّان ممكن يشتغل بيه الكهربا، ممكن يشتغل بيه الوقود وهكذا. بس في الحالة ديّة في الغالب بيكون شغّال بيه وقود. يعني أنا بابدأ إن أنا آخُد جزء من الغاز اللي أنا بانتجه وباودّيه على الreboiler ده بحيث إن أنا أحرق الغاز ده. طيب ما هو أنا كده باخسر. طب ما هو أنا كده باخسر الغاز. لأ، ما هو أنا مش هاخد الغاز كله وأحرقه يعني. أنا مثلًا بانتج كمية، هاخد مثلًا 1 في ال1000 أو 1% منها هابدأ إن أنا أدخّله على الريبويلر ده. نفس الفكرة بالضبط بتاعة الindirect heater اللي أنا ممكن أستخدمه عشان أسخّن الغاز بتاعي. طب أنا هنا لمّا هاحرق الغاز أو الوقود ده، إيه اللي هيحصل؟ أنا باكون مغرّق التيوب من جوّه بتاعة الfire tube ديّة بliquid glycol. طبعًا الliquid glycol ده بيكون rich glycol. طب وبعد كده إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بعد كده إن نتيجة إن المَيّة درجة الغليان بتاعتها بتكون أقل من الجلايكول، لمّا بيبدأ درجة الحرارة إنها تزيد، المَيّة بتبدأ إنها تتبخّر وتطلع برّه. طيب الجلايكول إيه اللي بيبدأ إن هو يحصل فيه؟ طبعًا هو مش هيتبخّر مع المَيّة، وعلى الرغم من كده برضه ممكن يكون في كمية ممكن تتبخّر مع المَيّة نتيجة إن أنا لو رفعت درجة الحرارة بشكل كبير، ممكن شوية
جلايكول يطلعوا مع المَيّة، فممكن يحصل losses في الحالة دي. طب أنا دلوقتي عايز أخزّن الجلايكول اللي هو أنا طيّرت منه المَيّة ده، هاعمل إيه؟ هابدأ إن أنا أنقله على الsurge drum اللي موجودة تحت دي. دي عبارة عن حاجة كده شبه التانك. طيب وبعد كده إيه اللي هيحصل؟ بعد كده أنا هابدأ إن أنا هاخد الجلايكول بتاعي من هنا، هو خلاص بقى سخن، أنا مش محتاج السخونية دي بتاعته في حاجة، لأ بالعكس ده أنا كمان محتاج إن أنا أدخّله على الكونتاكتور ده بحيث إن درجة حرارته تكون أبرد من الغاز. طيب أنا دلوقتي محتاج إن أنا أبرّده، هاعمل إيه؟ هابدأ إن أنا أستغل الحرارة دي بحيث إن أنا أدخّل الجلايكول اللي هو الrich اللي داخل، عشان كده إحنا عرفنا هو الجلايكول اللي داخل ده كان داخل سخن إزاي، هو سِخِن شوية إزاي، سِخِن شوية عن طريق إن الفيد اللي خارج بدأ إن هو يسخّنه، والفيد اللي خارج نفسه بدأ إن هو يبرد. بعد كده هابدأ إن أنا أدخّله على pump، وممكن بعد كده إن أنا أدخّله على condenser تاني أو heat exchanger بحيث إن هو يبرد تاني، وبعد كده هابدأ إن أنا أدخّله على الكونتاكتور أو الabsorber ده. يبقى ده كده باختصار شديد الموضوع بيتم إزاي.